السلام عليكم ورحمة الله. على إثر الكارثة الطبيعية التي حلت بالمغرب، الزلزال القوي وما تسبب به من أضرار سواء في الأرواح أو الأضرار المادية، فإننا نقول إن لله وإنا إليه راجعون. هذا قدر الله، والله يرحم جميع الموتى وبالشفاء العاجل لكل المصابين. منذ الوهلة الأولى الزلزال، العديد من السفهاء والجهلاء وهم خرجوا وهم كيرددوا هذا غضب الله، هذا عقاب الله، الرجوع لله، هذا كله من الفساد وهذا الغضب اللي حل على المغرب. هاد الناس في الأصل هم تجار الدين، وهذا النوع هو اللي كيصطاد في المياه العكرة. من هذا المنبر كنقول لهم لهؤلاء تبا لكم. المناطق الأكثر تضررا في المغرب لا علاقة لها لا بالفساد ولا بالظلم ولا بالتطور ولا بالتكنولوجيا ولا ما جاور إلى ذلك. هاد الناس اللي متضررين والناس اللي فقدوا العوائل ديالهم والناس اللي فقدوا أرواحهم هم أناس بسطاء، ناس كيعيشوا حياة طبيعية شبه بدائية. أغلبهم لا يعرفون ما معنى لا التطور ولا وسائل التواصل الاجتماعي. الناس ديال القرى والجبال والضواحي من أطيب ما خلق الله على أرضه. الزلزال كارثة طبيعية قد تصيب أي منطقة من مناطق العالم ككل، ونطلب من الله السلامة. يا رب لطفك ورحمتك. كل هذا اللي كيرددوا هذا عقاب الله، كل واحد فيهم ينظر لنفسه أول شيء قبل ما يشوف غيره، يشوف غير نفسه. راهو إذا كان شاد طريق الله 100% يشوف غير نفسه قبل ما يحكم على الناس الثانيين، وقبل ما يقول أن هذا عقاب من الله. الشيء في علم الغيب ما كاينش اللي كيعرفه، سواء الزلازل، البراكين، الفيضانات، كل الكوارث الطبيعية هذه ربي اللي كيحطها وربي اللي كيرفعها. ربي كينزل البلاء وربي كيرفع البلاء. هذا لا جدال فيه ولا نقاش فيه. هذا اللي كيهضر انت كتعرف الله، وسير اخويا عاون، سير خذ داك الاجر، عاون في انقاذ الاخرين، عاون بداك الشيء اللي قديتي عليه، عاون بكتافك. ولا كنقول لك عاون غير بالسدان ديال فمك. كل واحد يسد فمه وكل واحد يطلب اللطف ويقول الله يرحمهم والله يغيثهم والله يشافي المرضى ديالهم والله يشافي المصابين. الناس كتألم، اللي فقد ولاد واللي فقد الزوج ديالو واللي فقدت الزوج ديالها ولا الزوجه ديالو اللي فقد العائله كاع كامله، وكتجي نتا تبقى توزنزلو فوق راسو هذا غضب هذا غضب هذا داير. كلا انت معنا راك متقي، انت راك ضامن الجنه، انت راك غادي ليها، كلا راه عايش هنا في الجنه فوق الارض وغتعيش فيها في السماء. الا كنتي كتعرف الله لازم تعرف اول شيء ان من الاسس والاركان ديال الايمان ان تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه اول وحده. واي حاجه كتجي من عند الله اللهم لا اعتراض، الحمد لله والشكر لله. المهم بلا ما نعطيو لهاد الفئه ديال الناس السفهاء والجهلاء بلا ما نعطيوهم واحد القيمه اللي ما يستاهلوهاش، احنا كنشوفوا التضامن ديال السكان، النداء بالتبرع بالدم، وهناك يعني كل المواطنين كنشوفهم ان غاديين يتبرعوا بالدم. كل واحد اللي قد عليه وراك كيبذلوا مجهود. كاين اللي كيعاون بيديه، كاين اللي مساعد انه كيقول لك انا غادي نوصل، اذا كاين شي حاجه غادي نوصل، غادي ندير، غادي نفعل. كنشوفوا الناس كتحفر بيديهم، الانقاض كيحفروا بيديهم. دون ان ننسى جزيل الشكر لكل من مد يده المساعده للمملكه. في المغرب دائما سباق لتقديم المساعدات للجميع، وفي الكوارث الطبيعيه راه دائما كنلقاو المملكه من الدول السباقه للمساعدات. وهذا التضامن اللي كنشوفوا، هاد النداءات اللي كنشوفوا، هاد الاغاثه اللي كنشوفوا، فهذا كيدل على شيم المغاربه، على اخلاق المغاربه، على كرم المغاربه. وكما كنقولوا الله يرحم الموتى والله يشافي المصابين في العاجل القريب، وان شاء الله تكون اخر الاحزان. والسلام عليكم ورحمه الله.